3 نجوم في أسوان، حاصل على أعلى تقييم 4.8 من آراء الناس. هل معنى كده إنه ملوش عيوب؟ لا، هو في عيبين وممكن كمان السيطرة عليهم وتلاشيهم لو هتعملوا اللي أنا هقول لكم عليه. هنتكلم عن الموقع، الخدمة، السعر، الاستاف، الأكل، الأساس، كل حاجة عن الفندق. فندق مانجو جويس أسوان. مبدئيا سعر الغرفة الدبل متوسط بتاعه 1355 جنيه في الليلة، شامل الفطار. الواي فاي مجاني، يعمل فقط في الدور الأرضي والدور العلوي، الطابق الأرضي والدور الأولاني. بعد كده الواي فاي ضعيف، هو مجانا بس المناطق اللي شغال فيها الأرضي والأول. تراس على السطح، المنظر بتاعه جميل، بيكشف النيل غير الشرفات اللي ما بتبقى على النيل. المشكلة الأولانية اللي بتقابل الناس في الفندق إن هم بيحجزوا غرفة ويجوا عند الاستلام والتسكين يلاقوا حاجة تانية. ده في وسط 300 آراء للنزلاء، في بتاع 10 أو 12 واحد حصل معاهم الموقف ده. فأنا هديك التليفون بتاع الفندق، اتصل مرة ومرتين وثلاثة، أكد عليهم: يا جماعة أنا حاجز غرفة وضع معين، كام سرير، معايا طفل، المبلغ اللي متفق معاكوا عليه أو اللي على الموقع كذا. اتصل 3 مرات، لأن هو بيحصل معاهم انشغال لغرف تكون محجوزة، وده نسبته قليلة بس مش عايزين نقع في ده الخطأ الأولاني اللي بيبقى موجود في الفندق، وقلت لكم ازاي تتلاشوه. الخطأ التاني التكييف. غرف برضو بنسبة 3-4% التكييف بتاعها بيبقى ضعيف. يبقى انا احل الموضوع ده ازاي؟ اعمل تشك على الغرف، وسمعة ان التكييف في بعض الغرف ضعيفة اخش اشوف التكييف، اشوف السباكة برضو، اعمل تشك على الفرش، عشان يبقى انا حليت كل المشاكل. لان الفندق بسم الله ما شاء الله، انا اديت لكم حاجتين ممكن اتغلب عليهم. اكد الحجز كذا مره، ابص على التكييف والعفش والاساس والغرفه اللي انا هاخدها. لو حليت دول يبقى انت هتعيش في نعيم الايام اللي انت حاجزها فيه، لان فندق بصراحه يعني 95% ممتاز. الفندق قريب من النشاطات والمطاعم، قريب من المطار، وبالنسبه للاكل بتاعه معقول فوق المتوسط، والمطاعم القريبه منه الاكل بتاعها جميل برضه. بالنسبه لتليفون الفندق 010 14 12 62 75، 010 14 12 62 75. انا مش بديهولك كده وخلاص، اتصل ااكد حجزي تمام 100 هاجي في اليوم الفلاني والساعه الفلانيه، غرفه فيها سريرين، فيها سرير طفل، سعرها كذا، ميعاد استلام كذا، الحاله بتاعتها جيده وكله تمام. وطبعا تكلم الناس بكل احترام، لان هم الاستاف فوق الممتاز، ما حدش يشتكى من الاستاف في حاجه، ناس محترمه وخدومه جدا. يبقى انا عاملهم يعني هو الشخص اللي قدامي كويس، ده انا حتى لو وحش هعامله كويس. الفندق بيقع في جزيره الفنتاين. خلي بالكم زي ما قلت لكم، الواي فاي في الطابق الارضي والاولاني شغال بس 100 والباقي ضعيف. برضو الدور العلوي خالص السلالم بتاعته غير مستويه، عشان لو حد كبير ولا بتاع ما ياخدش الا الدور العلوي، ولو عايز الواي فاي ياخد الطابق الارضي او الاولاني. غير كده يعني يبقى حسب ظروف كل واحد. وسائل الدفع يا نقدي يا اما بشيكات، مفيش وسائل تانية للدفع في الفندق. فندق مانجو في خدمة تخزين للملابس، في خزينة، في غسالة بالعملة، في صحيفة يومية مجانية، طيور وهدوء ومعابد ونظافة. طيور وهدوء ومعابد ونظافة، ده اللي بتلاقيه في الفندق ده. عزكم الله يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة. بأكد الناس طيبون جدا جدا والخدمة عالية، معروف عن أهل أسوان عموما الطيبة والجدعنة. في رحلات الفندق بيقوم بترتيبها، لأبو سمبل مثلا، قرية النوبة، معبد فيلة والفلوكة. غرف 100 نظافة 100، غرف واسعة،
ستاف 100 تنظيم رحلات 10/10. بتغلب على حته التكييف، عملت شك لان نسبه قليله من الغرف، وهم برضو ناس متعاونه ويحاولوا يغيروا الغرفه يحاولوا. والحاجه التانيه باكد الحجز بالتليفون. غير كده فندق 100 وناس بسم الله ما شاء الله. الغرف كبيره ونظيفه، والهيكل العام للفندق مجدد، يعني ما فيش فيه حاجه ناقصه، والاكل بتاعه معقول وكل حاجه فيه كويسه. وقلنا نتغاضى على بعض المشاكل البسيطه اللي بيبقى موجوده، والنسبه معينه مش لكل الناس، نسبه 5% اللي بيحصل لها في الحجز وبالنسبه للتكييف. لكن غير كده الفندق 100. فندق يستاهل اعلى تقييم في اسوان في ال3 نجوم. انا جبت لكم كل الملاحظات على الفندق، وكل ما ارجوه فضلا وليس امرا عمل اشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.